السلام عليكم. اهلا بيكم في عالم التطبيقات. تقدر دلوقتي تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات المهمة في حياتك ونوصلها لك بشكل سهل وبسيط. النهاردة هنتكلم عن تطبيق مهم جدا، هو تطبيق اتقان آية. اختبر حفظك للقرآن الكريم. التطبيق ده بس مش هيساعدك على حفظ القرآن الكريم زي بقية التطبيقات التانية، لا ده هيخليك ان انت تتحدى نفسك وتختبر نفسك في فهم كل القرآن الكريم من ترتيب الآيات وحفظ الصور وتفسيرها. التطبيق ده واخد تقييم 4.7 وهو تقييم عالي جدا على جوجل، وده معناه ان رضا المستخدمين للتطبيق. عمليات التنزيل إلى الآن أكتر من 10,000 عملية تنزيل، وهو من التطبيقات الجديدة الموجودة في الفترة الأخيرة. مساحته 10 ميجا بايت بس. تقدر عن طريق التطبيق ده انك ترتب الآيات بالتسلسل الصحيح وتكتشف الصور وتستعد لتحديات قرآنية متنوعة هيختبرك فيها التطبيق ده. التطبيق ده هو الرفيق المثالي لحفظ القرآن الكريم. هيقدر معاك يساعدك ان انت تحفظ القرآن، وان كمان يعرفك طريقة القراية والتجويد للقرآن الكريم. تقدر ان انت تتنافس مع حفظة القرآن الكريم في التطبيق ده من خلال ان انت تعرف ترتيب الآيات بالترتيب الصحيح، وان انت كمان تختار الكلمة او العبارة الصحيحة لاستكمال آية قرآنية معينة. وبيعمل لك تحدي ان انت ترتب الآيات بالشكل الصحيح، وان انت يقول لك آية ويعمل لك اختبار، مثلا ان هو يقول لك آية وانت تعرف الآية دي من سورة مين، من سورة ايه. التطبيق ده هيعمل تحدي كبير جدا مع نفسك ان انت تتمرن وتعرف كل حاجة عن القرآن، مش بس ان انت تحفظه بس، لا كمان ان انت ترتب الآيات بشكل صح، وان انت تعرف اسماء الصور والآيات المحددة الموجودة في الصور واللي بتشتهر بيها اي صورة. اتقان آية من التطبيقات المهمة جدا على تليفونك وهتستفيد منها في حياتك. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة تعليقاتكم على التطبيق سواء كانت تعليقات إيجابية أو سلبية. ولو أنت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت فيه أي تعديلات على التطبيق تبلغنا بيها عشان نعمل لك فيديو جديد بكل التجديدات والتحديثات للتطبيق ونوصله لك بشكل أفضل. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس.